السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتونا قوي قوي. النهارده هنعمل بقى الكبده الشرايح ديت او الكبده البانيه بطريقه حلوه قوي، سهله وسريعه كده. يعني الصراحه هي بتنقذني، يعني لما اكون خلاص عايزه اعمل اكل ومش قادره اقف، ولا يعني في حاجات كتير قوي تبقى في دماغك ان انت مش مركزه تعملي اكل ايه، على طول بلجأ ليها يعني. هي انا بجيبها كده. الطبق من دول يا جماعه فيه نص كيلو، تمام؟ فطبعا انا جبت كيلو. خلاص هفتحه كده وهفضيه طبعا وهغسله كويس. طبعا الكبده واللحمه والحاجات اللي بتقولك ما تغسلش، لا لازم تتغسل. انا بغسلها والله وبهريها غسل، يعني بفضل اغسل فيها كتير قوي قوي يعني. تمام. انا ما اقدرش اجيب حاجه كده من ايدين حد تاني او اكلها العيال على طول، مهما كان يعني اللي بتجيبي منه يعني نضيف او موثوق فيه، لازم لا لازم تغسليها طبعا يعني. بس انا عايزه اقول لك حاجه، الكبده دي بالذات ابعدي عنها الخل. يعني اللي بيقولك حط عليها خل ومش عارفه ايه، لا الخل هيبوظلك خالص يعني. فمن هي بتبقى شرايح كده، شايفاها بترمي معاك كميه كبيره، وبتبقى حلوه وطعمها حلو وبتبقى جميله جدا يعني. كده انا غسلتها، انت مهما تغسلي فيها وحياة ربنا، بص غسلتها وهرتها اهو. مهما تغسلي فيها هتنزلك اللون ده، فاهمه ازاي؟ فما تعبيش نفسك تغسلي اكتر من كده عشان هتهريها وترميها في الزباله وهي لسه بتنزل كده يعني. بص دي معلقه ملح، تمام؟ دي التتبيله بتاعتي. ده يا جماعه الثلاث بهارات اللي انا بستخدمهم على طول في كل حاجه، يعني في فول، في بيض، في لحمه، في فراخ، في كل حاجه بستخدم الثلاث بهارات دول، اللي هما ايه بقى؟ كمون، فلفل اسود، كزبره ناشفه. لسه ضربهم في الخلاط. انا بجيب البهارات بتاعتي ديت يا جماعه سليمه كده حصى، وانا اللي بطحنها بنفسي. تمام. اهم حط كده حبتين كده حلوين. خلاص. وده التوم، ده توم مفروم. تمام. انا ضربه في الكبه برضو، يعني بقول كنت مستعجله ومش قادره اقف ومش قادره اعمل حاجه خالص، فعلى طول على طول بسرعه، ولازم اعمل لهم اكل طبعا، يعني يروحوا ياكلوا فين يعني. تمام. وعصور عليها كمان نص ليمونه، بيديها طعم حلو قوي. ده نص ليمونه. نص ليمونه مش كبير والله، يعني هو مش كبير قوي، يعني مش نص بالظبط يعني. تمام. مش عايزه تعصريها بتستغني عنه طبعا عادي يعني، بس هو بيدي طعم حلو قوي. والليمون مفيد يا جماعه في الايام دي. طبعا هتتبليهم كده كويس كلهم، وهتقلبيهم كده براحتك كده، وتظبطيهم كده عشان التوم وكل البهار بتاعتنا كده يعني تتغلغل كده في الكبده كلها. لازم تتبل كده يا جماعه. وكبده يعني توم، مفيش حاجه تاني، يعني الكبده لازم توم. وطبعا طالما في كبده يبقى لازم في مكرونه. دول المكرونه اللي لقيتها موجوده عندي يا جماعه. انا والله مش بستخدم نوع معين، انا ساعات اجيب سايبه، ساعات اجيب ملكه، حوا، اللي موجود في السوق بتجيبيه. انا طبعا بحمرها، لان هو مش بيحب المكرونات ديت بصلصه زي الاسباجيتي. يعني المكرونه اللي هي المرمريه والصغيره والحاجات اللي هي المعوجه كده شويه الملويه دي. بيحبوها قوي تكون متحمره يعني اكتر يعني. طبعا هتقلبي فيها على طول، ايدك فيها على طول كده عشان ما تلونش. الزيت كان سخن اول ما حطيتها، لونت على طول. والخلطه المعتاده بتاعتي بتاعه المكرونه اللي بعملها على طول، لازم طالما في مكرونه يبقى كده. انا حطيت هنا كوبايه ميه، تمام؟ فلفلايه رومي، فلفلايه شطه، 4 5 فصوص توم كده، 6 فصوص هم بالظبط توم. دي طماطم يا جماعه، واحده ماجي. الطماطم مش يعني مش معانا تحطي قد ايه، فاهماني؟ انا عايزه احطها كلها تكون هي ما كانتش حاميه، بس تكون حاميه، والعيال يضربوني طبعا وانا يعني لوحدي في البيت ده. خلاص هتفضي كده المكونات ديت كلها كده، وهتضربيها في الخلاط. تحط عليها الماجي وحط عليها كل اللي انت عايزاه واضربيهم في الخلاط. انا بصور بايد وبشتغل بايد التانية، يعني الحمد لله فعلا سبحان الله، الحمد لله ربنا بيدينا 2 ايد لكده. الحمد لله والشكر لله يا رب. كله انا بحط في الخلاط مع بعض، والملح وكله كده. انا مش بحط حاجه تاني للمكرونه خالص، يعني ما بحطش حاجه في حله تاني، خلاص هو ده كل الخلطه ديت وخلاص. طبعا شافش اخلاط وقعهولي كسرهولي، بس يلا معلش يعني، يعني هو جت عليه.
هتقلبي فيها تحمر طبعا، وايدك فيها على طول. طبعا انت بتبقي شغاله يعني هنا وهنا، يعني تعملي ده وبعدين ترجعي على طول يعني. خلاص هي كده احمرت تمام. ودي الطماطم اللي احنا ضربناها بالفلفل بالبهارات بتاعتها وكده يعني. كده محتاجه انت تزوديها شويه ميه كمان. في الخلاط كده تجيبي شويه ميه حنفيه وتكملي على طول من الفلتر يعني، مش لسه هنجيب كوبايه كده خلاص. انا حاطه ملحها وحاطه كل حاجتها. وهنعمل بقى طبعا طبق السلطه، لازم لابو العيال لحسن بعدين يجيب حد غير يعمل طبق السلطه فهتبقى مشكله يعني. طبق السلطه ده عندنا اساسي يعني، لازم البصليه في طبق السلطه لازم. انا طبعا ما كانش عندي جرجير ولا اي حاجه احطها في السلطه، فعملت كده وخلاص. طبعا شيل الحته دي والحته كمان اللي هو البوزه بتاعه الخياريه دي تمام. طبعا انا حاطه التليفون على الحامل، بس الحامل بتاعي مش حلو خالص يعني، فهو مش بيديني النتيجه اللي انا عايزاها يعني، مش بيصور كويس يعني. طبعا هتقطعي كده السلطه بسرعه بسرعه، طبعا زي ما تيجي معاكي بقى، مكعبات شرايح اللي تيجي معاكي يعني. احنا عملنا لهم سلطه كمان هيتنكوا علينا ولا ايه؟ حد سمعني يا جدعان؟ ربنا يستر علينا من الفيديو ده، انا مش مجمعه اصلا. الطماطمية لازم تشيل الحته ديت علشان ديت مكان العنق بتاعها، والحاجات دي بتترش يا جماعه، وربنا يستر على اولادنا يعني، فتشيل طبعا الحته دي بتبقى فيها يعني احيانا حاجات كده يعني، مفيش داعي ان احنا نقرب بعض. هتقطعي طبعا كده السلطه كويس بتاعتك. يا جماعه اعملوا السلطه، يا جماعه اعملوا كل يوم طبق السلطه، يا جماعه اعملوا السلطه لاولادكم، اعملوا الفاكهه لاولادكم، الخضار لاولادكم، لازم شوفوا هما بيحبوا ايه واعملوه. وطبق السلطه لازم تحبوهم فيه باي شكل. طبعا الحمد لله الحمد لله كلنا بناكل السلطه، وطبعا لو عملتها كل ساعه هتتاكل، فبيحبوا قوي الخضار قوي، الخضار المطبوخ والخضار يعني بانواعه بيحبوه الحمد لله. وبرضه على حسب ما تعوديهم. وانا لما بعمل حاجه بصي هي اتعملت مفيش غيرها، مفيش حاجه اسمها ما بحبش عندي، لا والله مفيش الكلام ده، متخافوش انا مسيطره يعني. اه والله يعني مش يعني مش ان انا اعمل حاجه مثلا وحد يقول لك لا اعملي او مش هحب او مش باكل، لا لا مفيش الكلام ده، اسيبك على الدماغ. طبعا البصلات قطعيها كده براحتك، طبعا قطعها زي ما انت عايزه طبعا، بس انا بقطع بصلايه كده، ولازم بصلايه، وبصلايه على فكره والله يا جماعه دي مش صغيره يعني، هي مش كبيره قوي بس يعني بصلايه حلوه كده. لازم يا جماعه الحاجات دي مفيده قوي للعيال، العيال داخلين بقى على مدارس وداخلين على الشتاء، الحاجات ديت يعني بتدي كده صحه لاولادنا كده، وبتقوي المناعه لما تغذيهم كويس مش هيعيوا، فاهماني؟ سيبيكي من اكل الشارع شويه معلش عشان خاطري، استحمليني شويه كده، سيبيكي من اكل الشارع. انهو بتاع اكل بيقعد يعمل لك طبق السلطه كده، شفتوا بتعمل ازاي؟ انهو بتاع مكرونه هيعمل لك المكرونه، ولا هيعمل لك الاكل الجاهز، ولا الكبده، ولا الكفته اللي بتشتريها زي بتاعتك اللي انت بتعمليها في البيت، وبيغسلها لك كده بضمير، وحياة ربنا بغسل حاجات السلطه ديت، انا بغسلها وبنقعها في خل، يعني انهى حد يعمل لك كده. دي طبعا الكوبايه ديت هنحب نعمل فيها خلطه السلطه، ده خل يا بنات تمام، ده خل. خلاص هحط شويه زيت وشويه خل تمام. طبعا هم مفيش غيرهم فحطيتهم كلهم شويه الزيت دول. نص الليمونه اهو، ده نص الليمونه، الباقي التاني باقي بتاع الكبده مش هنرميه يعني. خلاص هتعصريه كده كله كويس يعني، بصي تحلفيه يعني، افضل احلف فيه كده. خلاص بصي
دي معلقه هي مش مليانه اصلا يعني، وجوزي مش بيحب بتاع كتير. وديت التلات بهارات بتوعتنا، التلات بهارات 3 مش 7، ها بوفر لكم اهو. لا والله هي يعني التلات بهارات انا شايفه ان انا لو طحنت كل حاجه لوحدها انا كده كده بستخدم 3 بهارات يعني، فانا كنت مستعجله فطحنت 3 مع بعض يعني. وكده السلطه خلصت اهي، شايفه جميله ازاي ومفيده، والخضار مفيد جدا. والبصل يا جماعه والله العظيم البصل والثوم ديت جمال لو اللي يعرف قيمتهم بس. محدش يقول لي بصل وثوم يعني هقفل الفيديو، هقفل الفيديو. كده انا خلاص بصي المكرونه اهي خلاص هطفي عليها كده، هي استوت تمام. جميله ومش معجنه، تحفه يعني. هحط هنا طبعا دي طاسه، الصينيه ديت هقلي فيها الكبده خلاص تمام. انا كميه الزيت ديت انا حاطه كميه مش كبيره، انا برميها بعد كده. بعد الكبده ما ينفعش تعملي فيه حاجه تاني خالص. خلاص دي يا جماعه البقسماط ده انا بشتريه من السوبر ماركت سايب بالكيلو. ده بقى ابني راح جابهولي من الفرنه، عارفين الفرنه بتاعه الفينو بتبيع البقسماط الناعم ده تمام. والكيلو ب12 جنيه، وجميل. بتاع السوبر ماركت ب20 او ب18 على حسب السوبر ماركت اللي بتجيبي منه طبعا يعني، اللي هو السايب مش اللي هو ريتش باك والكلام ده يعني تمام. ده يا جماعه ربع كيلو، ده ربع كيلو ب3 جنيه، فاهمه يعني. وفري كده شويه لولادك يعني. دي الكبده اهي، ده الطبق طبعا هحط فيه يعني، هعمل بالبقسماط واحط فيه على طول. الكبده ما تعملش بيض يا بنات. طبعا انا حاولت ان انا اسند الفون كده علشان ايه، مش استخدم ده الاتنين بقى، فاهماني. بصي انتي عملت المكرونه وبعدين عملت تبلت الاول حاجه، تبلي الكبده وشيليها في التلاجة، شيلها جنبك على الرخامه لو هتستخدميها على طول كده يعني. تبلت اهو الكبده، وبعدين تعملي المكرونه، وبعدين تعملي السلطه. اخر حاجه بقى تحمري الكبده، هتطلعي تاكلي على طول يعني. مينفعش تحمري الكبده وتركنيها جنب كده لما تعملي السلطه ولا لا لا، مفيش الكلام ده، هتبرد وهتنشف وهتبقى مش حلوه كده معاكي اهو، شايفه. وتدوسي عليها كده عشان البقسماط يمسك فيها، كانك بتعملي بانيه بالظبط يعني. فاهماني اهو على مهلك خالص. والله يا جماعه والله الكبده ديت الناس اللي بتقولك مش، لا الكبده دي حلوه انا بحبها، جوزي مش بيحبها انا بحبها. هو بص انا احب الكبده، هو ياكل طبق السلطه، متفقين كده يعني، العيال يتفرجوا علينا. عايزه اقول حاجه بقى قبل ما الفيديو يخلص يعني، لو اصلا اللي بيخش طبعا يعمل ديسلايك ده ما بيشوفش اصلا الفيديو طبعا يعني، عايزه اقوله شكرا. وطبعا اكيد مش توصل للحته ديت عشان خاطر يعني كنت عايزه اقولها من الاول بس انا نسيت والله الصراحه، قلبي ابيض قوي يعني. في حد يا جماعه عامل لي على كذا فيديو ديسلايك. انت اصلا الفيديو اللي انت عامل عليه ديسلايك يا زكي اكتر فيديو جايب لايكات واكتر فيديو جايب نسبه مشاهده. نقي الفيديو اللي هو نص نص يعني، شغل دماغك بعد اذنك يعني، او بعد اذنك يعني، فاهمني او فهماني لو بتفهموا يعني. مش فاهمه يعني ايه، يعني ايه مش عاجبك محتوى القناه ما تخشش. مش عاجباك محتوى القناه. انا يا جماعه ست عاديه خالص، ست بسيطه خالص، بتعامل مع الناس اللي هي الطبقه بتاعتي البسيطه خالص. اللي مش عاجبه الفيديو، اللي مش عاجبه طريقه كلامي، اللي مش عاجبه يعني الطريقه اللي بتعامل بيها ما يخشش يا جماعه، معلش يعني. انا مش بكلم طبعا حبايبي اللي بيشجعوني وبيكتبوا لي كومنتات وبيعملوا لي طبعا لايك، انا بكلم ناس معينه هم عارفين نفسهم، هم مش هيوصلوا الحته دي اكيد يعني، بس احتمال. طبعا ده بقى لان البقسماط خلص، هحطه في التلاجة طبعا، هحطه في التلاجة طبعا يوم تاني كده، بعمل لهم كده سندوتشين ولا حاجه. غزي العيال يا ماما، دي كبده حبيبتي، غزي العيال. الله معلش بقى بتاع الديسلايك كده وترني والله. هتبتدي تحمري الكبده. بصي وانتي بتحمري الكبده دقيقتين على الناحيه دي، تقلبي دقيقتين على الناحيه دي، هي ما بتاخدش السوا اصلا يعني، اقل من دقيقتين. النار متوسطه، بس هو زيت سخن شويه عشان كده تلاقيها النار متوسطه.
مش عاليه قوي، ما توطيش النار. هتوطي النار هتلاقيها بصي قاعد معاك وقت كبير قوي، شربت زيت وبقت مش حلوه يعني. شكرا للحبايبي متابعيني اللي متابعيني وبيكتبوا لي كده كومنتات، وشكرا لحبايب قلب طبعا اللي بيحط لي اللايك، وشكرا اللي بيحط لي ديسلايك بالمثل ان شاء الله. شايفين كده على طول دقيقه تيجي قلبه، هي ما بتاخدش وقت والله. هتسيبيها هتنشف قوي، عارفه تبقى عامله زي الجلده، عارفه اللحمه الكاوتش عارفه اللحمه الكاوتش انتي، هتبقى عامله زي اللحمه الكاوتش كده والله هتبقى عامله معاكي زي الجلد كده، وهتبقى ناشفه قوي مش حلوه يعني. تمام كده خلاص. طبعا هحمر الباقي وارجع لكم. وكده الاكل بعد ما اتغرف. السلطه طبعا بتاعتنا الاساسي لابو العيال حبيبي والولاد حبايبي طبعا. دي الكبده يا جماعه اللي انا حمرتها، تمام، جميله ومستويه، بس هي سخنه النار وحياه ربنا سخنه جدا، لسه مطلعاها يعني. شايفين مستويه وجميله ازاي؟ انا مش بحبها ناشفه، بحبها طريه كده، مش بحبها انا متحمره كده ومتقدده، لا انا بحبها كده طريه، حاسه ان انا باكل حاجه سخنه جدا. عايزه اقولك الف شكر على المتابعه، شكرا لحبايب قلبي، ما تنسونوش بقى في اللايك والاشتراك. الف شكر يا حبايبي.